شوفوا يا جماعة غسالة الاطباق بتشتغل ازاي. خلاص يا جماعة، غسل المواعين بالايد دي خلاص كان زمان. احنا دلوقتي في 2026. لو جوزك حتى الان ما اشتراش ليك الجهاز ده، انا مفيش سبب مقنع يعني، فابعتي له الفيديو ده، لان غسل المواعين بالايد بيسبب اكزيما، بيسبب مشاكل جلديه كتير. مش كده وبس، ده انت مثلا لو وصيتي ان بنتك تغسلهم هتستعجل وهي بتغسلهم، فالصابون السائل هيبقى عالق في الطبق، وده بيسبب السرطان مع التكرار ومرور الوقت. تابع الصفحه دي وانتظر كل جديد. تحياتي ليكم. انت عارف اللي عندك في البيت مش بتروق عليك ليه؟ لا هي تحولت لا يا حبيبي، هي مش تحولت، هو كم المسؤوليات اللي ربنا حطها عليها لما بقى فيه عيل واتنين ما بقتش قادرة تقوم بكل الأدوار. احنا جايبين بني آدم كان زمان بيشتغل شغلانة واحدة فكان بيعملها حلو، دلوقتي بقى عنده شغلانة واتنين وتلاتة واربعة، بقت بتطبخ وبقت بتعمل وبقت بتربي، والواد ده من في النجمه يصحيها اصله بيعيط، وده بيعمل وده بيسوي، ولازم تراعي كله، وانت لازم تراعيك، وهي مش عارف ايه، بقت شغاله 4 5 شغلانات. ده لو بني ادم كفء هيتعب وهيأثر في حاجه. حبيب قلبي، انت جالك فلوس وربنا كرمك، طيب تعالى بقى اقول لك ازاي تشوف مراتك زي اللي انت بتشوفها بره. تعالى اوريك مراتك دي لما نعمل لها تحول كده، ادي الفلوس دي ليها، تجيب بقى بيبي سيتر يقعد مع الاولاد، وحد ما يتعبهاش في شغل البيت ولا يتعبها في مش عارف ايه، وتفرج على واديها تهتم بنفسها ومش عارف ايه، هتلاقيها زي اللي بره. ما هي اللي بره، لكن اللي بره فاضيه ما عندهاش ده، او عندها اللي يعمل ده. فانت شايفها حلوه ومهتميه بنفسها ومهتميه بيك لان بالها رايق. روق بال اللي عندك هترتاح. روق بال اللي عندك، وشويه الفلوس اللي جولك وربنا كرمك بيهم حطهم في ايديها، او خليها ترتاح، او ساعدها على ان الامور المسؤوليات ممكن اللي منه طبعا تقدر تتخطاه بانك تخليها المسؤوليات تخف من عليها وتهتم بيك وبنفسها وتفرج عليها. هتشوف ناس، وعشان كده في ناس انا بشوفهم بيعملوا كده، لما ربنا يبارك له يقول لك هي دي اللي فضلت معايا، هي دي كانت معايا لما ما كانش معايا فلوس، كانت معايا انا سيبها لما بقى معايا فلوس، ويجري يقوم رايح هو بقى اللي يروق عليها وهو اللي يعمل لها ومش عارف ايه، فتلاقيها هي بدأت تتحسن وتبقى احسن، ويشوفها بقى تهتم بنفسها وتعمل، فيبدأ هو يحس انه انا لسه حياتي حلوة ولسه حياتي تمام، مش اجي اكلمها ولا اقرب منها مش عارف ايه، والولاد يا حبيبي ما هي طلعانه عينها في الحياة اللي هي فيها.